اهلا بيكم في تسليم جديد من شركه السويفي. زي ما عودناكم ان احنا بنوريكم الشقق بتاعتنا في اماكن مختلفه. الشقه دي النهارده في الهرم في الليبيني شارع الحكمه. الشارع ده من الشوارع الجميله جدا اللي هنا في الهرم. عملنا الشقه دي، جالنا الكلاين فعملنا ال2 دي وسلمناه له وسلمنا له المقايسه المبدئيه، وبعد كده جه تعاقد معانا وعملنا له 3 دي ماكس وعملنا له الشوب درونج للشقه وحددنا كل التفاصيل اللي احنا هنشتغل عليها من البدايه. كان ده طبعا من ذوقه ومن اختياره، كان عاوز النيو كلاسيك فاشتغلنا عليه وعملنا الاباليك زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، ولاين واحد على الحيطه بالفيوتك زي ما حضراتكم شايفين. النجف الكلاسيك بالشكل ده عملناه لاين واحد كده حرف ال في الريسبشن عشان يدي شكل جميل ومنسق. لما بتشوف شقه وتعجبك ده بيبقى فيه مجهود لناس عملت حاجات معينه عشان تطلع بالشكل والجمال اللي انت شايفه. يعني مثلا احنا هنقول لو احنا بدانا الشقه دي من على الطوب الاحمر واتكلمنا دي في الموضوع ده على الصفحه، عملنا ايه المحاره بالشكل المنسق، البؤج والاوتار، وعملنا الشكل اللي انتم شايفينه. طلعت المحاره ما خدتش معجون كتير في النقاشه، وصلنا لمستوى الشغل اللي انت شايفه منظم ومنسق بشكل جميل، مفيش غلطه فيه علشان خاطر احنا بدأنا من البداية صح. لما يكون في مهندس واقف مسؤول في الموقع ده بيفرق كتير، بيفرق في حاجات كتير جدا. ممكن انت بتشوف الشكل جميل شكل الشقه، تنسيق الالوان. يعني احنا مثلا عندنا الفيوتك زي ما حضراتكم شايفين، في ناس بتعمل الفيوتك لون مختلف، لا احنا عاملينه نفس لون الشقه عشان يدي هدوء ويدي رقي للشقه وشكلها يبقى هادي وجميل. الفرنتشر كمان لما يتحط مع الديكور اللي اتعمل ده هتلاقي الشقه دي في حته تانية خالص. طب ايه دور المهندس اللي واقف مسؤول في الموقع علشان خاطر يقدر يطلع لك ماتيريال وشغل جميل مقابل خدمه انت بتدفعها؟ يعني انت فلوس بتدفعها مقابل خدمه بتاخدها. ايه الخدمه اللي انت بتاخدها من المهندس المسؤول اللي موجود في الموقع؟ حاجتين: ان هو بيدلك للماتيريال الصح اللي هي جودتها عاليه علشان خاطر توصل لشكل معين. استلامه بقى لما نيجي للاستلام زي ما احنا بنشوفنا مثلا بند الالموتان هنا في بي اس كبير، في بي اس صغير، في جامبو، في كذا نوع من في الشريف علي حسن، في كذا نوع من الماتيريال اللي انت بتشتغل بيها. فهل انت الماتيريال دي عندك خلفيه بيها تقدر تطلع الجوده او الاستلام بتاعك سواء هي غاليه او رخيصه زي المهندس ما يستلم؟ يعني هنا التسكيك زي ما حضرتك شايفين، الاكسسوار، التفتيح، البنده، بص كل حاجه منظمه ومنسقه بشكل جميل. تقفيل هنا البلكونه لما يكون عندنا البلكونه مساحتها صغيره فبنبدا نعمل اللي هو المفصلي زي ما حضراتكم شايفين، ده شكله جميل ومنسق عشان خاطر ندي اتساع للمكان. البلكونه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده والجمال ده، وصلنا ليها ان احنا نعمل فيها جبسن بورد ونعمل المنشر هنا بالشكل ده ونعمل فيه اثريات الزرع علشان خاطر لو يقدر يحط زرع او يحط حاجه مع الحجر الرملي اللي احنا عملناه ده بالشكل ده والجمال ده. كل تفصيله وكل حاجه موجوده في الشقه بتشوفها بشكل جميل ومنظم. بيبقى ده مجهود لصنايعي فاهم هو بيعمل ايه وخد مقابل مادي معين عشان يطلع لك الشغل ده بشكل منظم ومنسق، ومهندس واقف مسؤول بيشرف على كل تفصيله بتتعمل. يعني النهارده الصنايعي الشاطر بيطلع شغل جميل جدا، ولما يكون في مهندس شاطر واقف مسؤول عنه برضه بيشوف كل تفصيله. لو هو فاتته حاجه معينه المهندس بيبقى فاهم وعارف كل تفصيله ومعاه مقاسات ومعاه شوب درونج ماشي عليه بحاجات معينه يقدر يوصل بيها للشكل اللي انتم شايفينه ده. الاهتمام كمان بالحاجه اللي انت بتشتغل بيها، ان انت النهارده لو بتشتغل على حاجه معينه بتحافظ عليها لحد اخر حاجه انت بتوصل. زي مثلا باب مصفح او البيبان اللي موجوده قدام حضراتكم، الحاجات دي جايه جاهزه مدهونه وشكلها، لو ما حافظناش عليها من البدايه وعملناها بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده ما كناش نقدر نوصل للمستوى ان الباب ده جاي جاهز مدهون، ما فيش خدوش، ما فيش اي حاجه، شكله جميل ومنسق لحد ما سلمناه على خير. باب المصفح بره وجوه زي ما حضراتكم شايفين، عملنا الحجر الرملي برضو قدام باب الشقه بالشكل اللي انتوا شايفينه. السبوت اللي معمول، عملنا علبه الكهرباء وقفلناها لان ما كانش ليها علبه، فقفلناها بشكل الموتان، شكله شيك جدا ومنظم ومنسق. لوحه المفاتيح
من الحاجات برضو اللي احنا بنركز عليها. بس احنا عاوزين نقول لكم حاجه معلومه تاني المره دي الجديده، ان تنظيم لوحه المفاتيح بالشكل ده، ان مثلا كل غرفه ليها 3 مفاتيح اناره وكهرباء وتكييف منظمين ومعروفين اماكنهم بارقام، علشان خاطر انت تبقى عارف عاوز تفصل غرفه معينه، او عاوز تفصل تكييف معين، او عاوز تفصل حاجه في المطبخ، كل حاجه مترقمه ومتنظمه بالشكل اللي انتم شايفينه والشياكه دي. كل حاجه مدروسه ومعموله بشكل معين ومنظم. البيبان التركي برضو من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها. لما تيجي تركب باب تركي، في انواع كتير من البيبان التركي. في باب تركي، في باب مصري بيتقال عليه تركي، وفي باب تركي الحلق اكريليك والشكل اللي انتم شايفينه بالتقفيل بالتسكيك زي ما حضراتكم شايفينه. شوف تسكيك الباب وتقفيله بالشكل ده بيفرق كتير جدا في الاستلام. لما تيجي تستلم الحاجه بتفرق كتير لما يكون في حد استلمها بالشكل ده، بيخلي الشكل منظم ومنسق. عندنا هنا غرفه اشتغلنا هنا فيها البيوتك على العمود اللي كان موجود في الغرفه زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا فيها الدلايه دي، عملنا بيت النور على الحيطان بالسبوت لايت والهيد لايت اللي انتم شايفينه. برضو بنشوف شغل كتير الاضاءه، في تعريج كده في الاضاءه في الجبسن بورد من فوق. احنا بنثبت الليد بتاعنا بنثبته بشكل معين ان هو الاضاءه بتاعته على يعني بنثبته على المرايه من بره، من هنا من بره من هنا، فبيضرب الاضاءه بتاعته على الحيطه، بيطلع بالشكل منسق ومنظم، بيتلزق بلزق معين، بيبقى شكله جميل ومنسق ومنظم زي ما حضراتكم شايفين. من الحاجات اللي اشتغلنا عليها ال 60 في متر و20، شكله جميل جدا ومنظم. وكان برضو التقفيل بتاعه متركب بكليبسات بشكلها عشان يطلع بالجودة دي اللي انتوا شايفينها بالشكل ده. تجزئة القرارة ماشية مع الديكور والشكل اللي احنا عملناه. مفاتيح الإنارة كل حاجه ليها تفصيله هنا. يعني احنا عندنا مفاتيح الاناره، شوف هنا كام مفتاح: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مفتاح. 15 مفتاح في 3 علب ماجيك زي ما حضراتكم شايفين. كل حاجه ليها تفصيله وكل حاجه بتقفل. عندنا هنا النجف زي ما حضراتكم شايفين بينور لونين، لون ورم ولون ابيض، علشان خاطر لو حب يغير مود الاضاءه ولا حاجه، كل حاجه يبقى هو عاوز يغير مود الاضاءه للابيض بيغيره الابيض للون اللي هو عايزه. الورم من الالوان اللي احنا بنهتم بيها وبنعملها وبيكون شكلها شيك جدا ومنظم، وشكله هادي ودافئ. بس انت لو حابب يغير الابيض بيغير الابيض. الحمامات والمطابخ، عندنا هنا الحمام من الحاجات برضو اللي بنركز عليها. الحمامات كل حمام ليه تفصيله وديزاين معين بنقدر نشتغل عليه يدي شكل ويدي شياكه للحمام اللي بنشتغل عليه. يعني كل الحمامات اللي انت بتشوفها احنا من الشقق بتاعتنا ليها شكل معين وليها ديزاين معين. عندنا هنا اليونت بتاعتنا باللون الرصاصي ماشي مع ماتشنج مع اللون الرصاصي اللي موجود في السيراميك. الرخامه اللي معمول عليها الشاور، البلن الفضي، الخلاطات الفضي، كل تفصيله معموله هنا. عندنا هنا مكان السخان، هنا الفيشه بتاعته بتتحط، وهنا الزرار بتاعه، كل حاجه منظمه ومنسقه. مكان السخان هنا، الفواطه اللي هنا، هنا مكان مكنه الحلاقه، الكلام ده كل حاجه منظمه ومترتبه بشكل اللي هو مريح. ومن البدايه من التاسيس بنبدا نحط كل حاجه في المكان المناسب بتاعهم. وكمان الشاور الشفاف زي ما حضراتكم شايفين بيدي وسع للمكان. لو احنا في ناس برضو بتطلب ان هو بيبقى مصنفر، بس لما يكون شفاف كده شوف بيدي منظر وبيدي شياكه وبيبين جمال الحمام وشياكته بالشكل ده. المرايه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين بيضاوي ماشيه مع الديكور. القعده السوفت كلوز زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. كل حاجه في مكانها مترتبه وليها مكانها ووضعها من البدايه من التاسيس. الطرقه زي ما حضراتكم شايفين عملنا لاين السبوتات زي ما حضراتكم شايفين. اللاين السبوتات ده كده ماشي مع الطرقه مع الجزء اللي بره ده كده الدبل، شكل شيك جدا ومنسق. المطبخ من الحاجات برضو اللي اشتغلنا عليها. عملنا الباب في النص هنا علشان خاطر نعرف نفرش، نحط هنا الديب فريزر، نحط الثلاجه، نحط هنا مكان البوتاجاز، وهنا مكان الحوض، هنا مكان الغساله، الزرار بتاعها برضو هنا. حاجات كتير وتفاصيل كتير لو قعدنا نشرح فيها هناخد وقت كبير. احنا بنحط هنا الفيشه بتاعه الغساله والزرار بتاعها بيبقى من بره من هنا. كل حاجه كشاف الطوارئ، حاجات كتير وتفاصيل كتير ممكن نتكلم فيها. تعالوا نشوف بقى ايه دور المهندس كمان في حاجات بسيطه ممكن انت ما تاخدش بالك منها. يعني انت عندك الباب ركب خلاص، بص العلاقه دي، العلاقه بين الباب والباب في جزء هنا كان الحيطه في
فكان اللون بتاعه نفس لون الحيطه، كان هيبقى مش احسن حاجه. فجاب قطعه من الباب التركي وحطيناها هنا عشان تظبط العلاقه بين البابين، يبقى شكلها ظريف وجميل. عندنا الغرفه دي غرفه اطفال، عملنا فيها الدلايه زي ما حضراتكم شايفين. اهتمينا بالجبسن بورد وتفتيحه في الشكل ده، برده الالموتان بتاعنا وتقفيله وتفتيحه والكلام ده كله. المنور دهناه وركبنا فيه هنا عشان خاطر هنا الدور قريب دور تاني، فعملنا برده امنا المنور بالشباك الحديد اللي انتم حضراتكم شايفينه ده. والغرفه الماستر من الحاجات اللي اشتغلنا عليها وعملنا فيها شغل جميل برضو. عملنا هنا طبعا مكان الدولاب، مكان السرير، مكان التلفزيون، كل حاجه منظمه ومنسقه. هنا مكان التلفزيون، هنا مكان السرير، وهنا مكان الدولاب. والحمام الماستر كان حمام صغير، فقدرنا نستغل المساحه فيه ونعمل فيه الباب المفصلي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. المونتين قطاع الالومنيوم علشان خاطر الميه برضو ما تبهدلهوش، ويبقى الحمام صغير. وعملنا الدش زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. عملنا الدش الدفن علشان خاطر استعمال برضو داخل الحمام والقعده. والحوض هنا الحوض صغير بالمرايه بتاعته علشان نقدر نوظف المكان ونقدر نستغله بالشكل اللي نقدر نستفاد بيه بقدر الامكان، علشان نطلع حاجه جميله ونستفاد بيها زي ما حضراتكم شايفين. من الحاجات اللي بنشتغل عليها الالوان. الكلاين دلوقتي دايما بيطلب منا لونين، يا اما بريز يا اما فانيليا لاتيه، وهي فعلا من الالوان الجميله المنسقه اللي بنشتغل عليها الفتره دي، وكمان بتمشي مع اي ديزاين احنا بنشتغل عليه، وبتمشي مع الفورنيتشر اللي بيختاره العميل بعد كده، لان الالوان دي من الالوان الجميله الهاديه جدا. انا بس عايز اوجه رساله لكل الكلاين اللي يتعاقدوا معانا واللي شغالين معانا، علشان بس انا ما بكونش متواجد كتير في الشقق اللي احنا بنشتغلها، بس والله يا جماعه احنا معانا فريق عمل قوي جدا، معانا مهندسين ديكور على اعلى مستوى شغالين في المواقع بكل اخلاص وبكل حب لكل عميل احنا بنشتغل معاه. زي ما حضراتكم شايفين ده، يعني المهندسين اللي مطلعين الشغل ده بالجوده دي بصراحه شابوه ليهم جدا على مجهودهم، بشكرهم جدا. فريقي هم من اسباب نجاح شركه السويفي، وبشكر كل المقاولين اللي بيشتغلوا معانا، بشكر كل الصناعيه الكفء اللي شغالين معانا من فتره كبيره، بشكرهم جدا على مجهودهم وعلى خوفهم. بشكر كل فريق العمل، بشكر كل فريق السوشيال ميديا اللي بيردوا على استفساراتكم، بشكركم جدا وبشكر كل متابعيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.